موضوع الثدي عند النساء. مشاكل الثدي عند النساء بنحددها مينلي في 3 حاجات، يا اما صغر حجم الثدي، يا اما كبر حجم الثدي الزياده عن اللزوم، يا اما سقوط الثدي او نزول الثدي، او ان هو ما يكونش مرفوع بالشكل المطلوب. طيب فبالتالي احنا عندنا 3 عمليات اساسيه، يا اما تكبير الثدي، يا اما تصغير الثدي، يا اما رفع الثدي. عشان ناس كتيره بيختلط عليها الامر وبتفتكر ان عمليه الثدي دي عمليه واحده او هي حاجه واحده فقط. لا، الموضوع متشعب شويه. هنتكلم سريعا كده عشان وقتنا ووقتكم. اول حاجه بالنسبه لعمليه تكبير الثدي، تكبير الثدي افضل حاجه ليه واكتر حاجه امنه وتعيش معانا طول العمر هو تكبير الثدي عن طريق السيليكون، هو حشوات السيليكون او السيليكون امبلانتس. طبعا السيليكون امبلانتس دي هي اكتر حاجه بتجيب نتيجه قويه جدا، نتيجه بتكون مستمره طول العمر طالما بنستخدم نوع سيليكون كويس، وطالما بنستخدم نوع سيليكون بريميوم بنبقى بيعيش معانا طول العمر، ما بيبقاش محتاجين ان احنا نغيره بعد فتره، بيبقى بعيد كل البعد عن مشاكل الثدي من ناحيه الكانسر او لا قدر الله اي مشاكل. فاهم حاجه ان احنا يعني الدكتور يكون بيجيب نوع سيليكون مميز او نوع سيليكون مستخدم على مستوى العالم، يكون مفهوش اي مشاكل.